السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الصومالي عمر عرتنا لإدارة مباراة الجزائر ونيجيريا ضمن دور الربع النهائي في كأس إفريقيا، وهو تعيين أعاد إلى الواجهة الكثير من الجدل والتحفظات داخل الشارع الرياضي الجزائري. هذا الحكم ليس اسما جديدا بالنسبة للجماهير الجزائرية، إذ سبق له أن أدار مباريات المنتخب الوطني الجزائري في النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا، وارتبط اسمه آنذاك بأداء تحكيمي، ووصف من قبل المتابعين والوسائل الإعلامية بالضعيف والمثير للانتقادات، خاصة فيما يتعلق بتقدير الأخطاء المؤثرة وقراراته في اللقطات الحساسة. الذاكرة الكروية لا تنسى، والجماهير الجزائرية ما زالت تستحضر أخطاء تحكيمية كارثية في مباريات سابقة ساهمت حسب آراء كثيرة في تعقيد مهمة الخضراء وحرمانهم من حقوق مشروعة داخل أرضية الميدان، سواء عبر تجاهل مخالفات واضحة أو سوء استخدام تقنية الفار. تعيين عمر عرض لمباراة بهذا الحجم وفي مرحلة حاسمة لا تقبل الأخطاء يضع لجنة التحكيم الإفريقية أمام اختبار حقيقي للمصداقية، خاصة أن مواجهة الجزائر ونيجيريا تعد من أقوى قمم البطولة، وتتطلب حكما يتمتع بالصرامة والتركيز والشجاعة في اتخاذ القرارات العادلة دون أي حسابات. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.